نيجي للدولة الثالثة اللي عندي موجودة، وهي جمهورية ألمانيا. طبعا لو بصيت على السؤال الأولاني هو صح أو خطأ. بيقول لي هنا تبلغ مساحة ألمانيا حوالي 357 ألف كيلو متر مربع، وتقع غرب قارة أوروبا. يحد ألمانيا من الغرب فرنسا ولكسمبورغ وبلجيكا وهولندا. السهل الألماني الشمالي من أكبر الأقاليم التضاريسية في ألمانيا، وهو جزء من السهل الأوروبي العظيم. يكسو قمم جبال الألب في ألمانيا الجليد، وتغطى من حضارتها الغابات النفضية والمخروطية. تنتشر المستنقعات والكثبان الرملية في السهل الألماني الشمالي قرب الساحل. إن فصل الصيف معتدل في ألمانيا، وتزداد الحرارة باتجاه الجنوب. طبعا هنا السؤال ده خطأ، إن هنا فصل الصيف هو معتدل تماما، ولكن ترتفع أو تعتدل الحرارة كلما اتجهنا جنوبا. تمام. هنا تربى الماشية والخنازير والأغنام في ألمانيا في مناطق الحشائش والحظائر. طبعا صح. تقع مدينة ميونخ عاصمة إقليم بافاريا جنوب ألمانيا. صح. يتأثر مناخ ألمانيا بالمحيط الهندي والبحر الكاريبي. طبعا خطأ. هنا المحيط الهندي هو المحيط الأطلنطي عندي، وبحر الشمال. يبقى هنا المحيط الأطلنطي وبحر الإيه وبحر الشمال. يظهر تأثير عامل الارتفاع على المناخ بوضوح بدولة ألمانيا في الجهات الشمالية. طبعا هنا عامل الارتفاع في الجهات الجنوبية، أما الجهات الشمالية فيظهر فيها تأثير الموقع وليس عامل الارتفاع. يحد ألمانيا من الشمال بحر الشمال والدنمارك والبحر البلطي، ومن الجنوب النمسا وسويسرا. يحد ألمانيا من الشرق بولندا والتشيك. وطبعا هنا عندي من طبعا هنا قلنا ايه من ادي هنا يحد المانيا من الشرق بولندا والتشيك. تقع جبال الألب طبعا في جنوب المانيا، وتوجد بها اعلى القمم الجبليه. تعد المانيا اكبر دول الاتحاد الاوروبي سكانا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 81 مليون نسمه، وهي زي ما قلنا اكبر دول الاتحاد الاوروبي سكانا. اكتب ما تشير اليه العبارات. تمام. مدينه تعتبر العاصمه السياسيه لالمانيا هي مدينه برلين. تعتبر من اهم المواني، وهي قريبه من بحر الشمال هامبورغ. عاصمه اقليم بافاريا جنوبا، ويوجد بها عدد من الشركات. وثالث اكبر المدن سكانا هي مدينه ميونخ. بما تفسر. تركز السكان في الاوديه وجوانب الانهار، ده بسبب وجود او قيام الزراعه وسهول فيضيه وجود المياه. تركز السكان في المدن الكبرى والمناطق الصناعيه بسبب توفر فرص العمل وزياده الدخل. جذب المرتفعات الوسطى في ألمانيا للسياح، اللي هي بسبب كثرة التلال والينابيع المائية بها ووجود الغابات المخروطية. أهمية الغابات في ألمانيا، اللي هي تعد مصدر هام للإيه للأخشاب. طيب بيقول لي هنا انكماش مساحات الغابات في ألمانيا، وده بسبب إحلال الزراعة مكانها، بسبب توسع العمراني وبناء وبناء المدن. هنا المساحات بتاعت الغابات ابتدت تقل، هنا بسبب احلال الزراعه مكانها، وان هو طبعا التوسع العمراني وبناء المدن عليه. ستة. تقدم الصناعة في ألمانيا. تقدم الصناعة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هنا هقول له بسبب توفر المراكز العلمية، تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبسبب توفر مقومات الصناعة. الزراعة نشاط اقتصادي هام في ألمانيا، وده بيقول لي يعمل بها حوالي 3% من السكان. يعني تعتمد الزراعة على التكنولوجيا الحديثة. أهم المحاصيل الموجودة هنا القمح والشعير وبنجر السكر. الصناعة هي العمود الفقري لاقتصاد ألمانيا. قال لي هنا لأنها يعمل بها حوالي ثلث القوى العاملة في ألمانيا. وشهدت تطور كبير بعد الحرب العالمية طبعا الثانية. شهرة مدينة ميونخ الاقتصادية هنا طبعا لأن يوجد بها مقر لأهم الشركات والمصانع الألمانية العالمية. السؤال السادس اللي هو دلل. هنا وجود علاقات قوية ما بين مصر وألمانيا. طبعا عندي علاقات ثقافية وعلمية وعلاقات أيضا اقتصادية. العلاقات الثقافية والعلمية هنا وجود الجامعة الألمانية في القاهرة، وجود معهد الآثار الألماني، هيئة التبادل العلمي الألماني. أما العلاقات الاقتصادية فهي زي التمويل الألماني لمحطات توليد الكهرباء، خاصة توليد الكهرباء من الرياح. تستورد مصر من ألمانيا الصناعات الكيماوية والآلات والسيارات.
بينما تصدر مصر إلى ألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس. تتميز الصناعة الألمانية بالجودة والتنوع، وده بسبب هنا وجود صناعة الحديد والصلب، السيارات، السفن، المنسوجات، الصناعات الإلكترونية والكهربائية. سؤال: ما النتائج؟ وقوع شمال ألمانيا في نطاق غرب أوروبا مناخيا، هنا بسبب هنا نتيجة مترتبة عليها اعتدال المناخ في فصل الصيف والارتفاع نحو الشرق، أدى طبعا إلى سقوط الأمطار طوال العام، انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر. كثرة الغابات والتلال والينابيع في المرتفعات الوسطى لجمهورية ألمانيا، من هنا أصبحت المرتفعات الوسطى مناطق جذب للسياح. تعدد الأنشطة الاقتصادية في ألمانيا، أصبحت من أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وطبعا اتأدى التنوع ده إلى تنوع الصناعات بها. طبعا لو بصيت هنا على أهم الخرائط اللي موجودة عندي، ألاقي خرائط ليه. هنا طبعا عندي دولة البرازيل. أبص هنا: رقم واحد دي دائرة الاستواء، رقم اتنين ده مدار الجدي، رقم ثلاثة ده المحيط الأطلنطي، هنا رقم أربعة دولة جيانا، خمسة سورينام، ستة جويانا، سبعة فنزويلا، هنا ثمانية دولة بيرو. تمام. هنا عندي تسعة دولة بوليفيا، هنا باراجواي، هنا 11 الأرجنتين، و12 هنا دولة الأورجواي. طبعا العاصمة دي هنا برازيليا. عندي رقم 14 وهي مدينة ريو دي جانيرو، رقم 15 سان باولو، عندي رقم 16 هضبة البرازيل. طبعا عندي هنا كمان هضبة جيانا في الشمال، ولكن هنا ديت 16 ديت هضبة البرازيل. عندي 17 ده نهر الأمازون. طيب بالنسبة لنيجيريا، عندي هنا رقم واحد خليج غينيا، رقم اتنين هنا دولة الكاميرون، دولة ثلاثة تشاد، رقم أربعة النيجر، رقم خمسة دولة بنين، رقم ستة العاصمة وهي مدينة أبوجا، رقم سبعة وهي مدينة إبادان، رقم 8 هي مدينة لاجوس، رقم 9 هلاقي هنا هضبة جوز، رقم 10 هو نهر النيجر. تمام. بقى دي كده دولة البرازيل ودولة نيجيريا. طيب يجي بعد كده للخريطة، خريطة ألمانيا. هبص على خريطة ألمانيا، هنا عندي البحر البلطي، هنا بحر الشمال، هنا دولة الدنمارك. تمام. هنا رقم أربعة دولة بولندا، رقم خمسة تشيك ودول هنا في الشرق، رقم ستة وسبعة في الجنوب، ستة النمسا وسبعة سويسرا، ثمانية فرنسا، تسعة لوكسمبورغ، عشرة بلجيكا، 11 هولندا، 12 هنا طبعا العاصمة وهي مدينة برلين، 13 مدينة هامبورغ، 14 مدينة ميونخ وهي عاصمة إقليم بافاريا. طيب هنا التضاريس عندي طبعا هنا واحد في الجنوب هنا جبال الألب، عندي اتنين نهر إلب، أربعة سوري ثلاثة نهر ده هنا نهر الراين، هنا أربعة نهر الراين، وخمسة السهل الألماني. طيب عندي كمان معايا خريطة الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان هندخل على الهند فوق. عندي هنا المحيط الأطلنطي. تمام. عندي اتنين المحيط الهادي، رقم ثلاثة خليج المكسيك، رقم أربعة دولة المكسيك. تمام. رقم خمسة دولة كندا، ستة عاصمة وهي مدينة واشنطن، رقم سبعة وهي مدينة شيكاغو، رقم ثمانية وهنا مدينة سان فرانسيسكو، رقم تسعة ودي مدينة نيويورك. أما تضاريس الولايات المتحدة الأمريكية،
عندي هنا رقم واحد جبال الأبلاش، رقم اتنين في الغرب جبال روكي، ثلاثة جبال كاسكيد، أربعة هضبة كولورادو، خمسة نهر المسيسيبي، وستة بحيرة ميتشيجن. تمام. طيب نطلع فوق لخريطة الهند. تمام. هنا عندي طبعا رقم واحد بالنسبة للهند هنا قدام دار السرطان، رقم اتنين خليج البنغال، رقم ثلاثة البحر العربي، رقم أربعة هنا دي دولة الصين، خمسة بوتان، ستة نيبال، سبعة بنجلاديش، ثمانية مدينة ميانمار، تسعة مدينة دولة باكستان، 10 نيو دلهي العاصمة، 11 بومباي وهي ميناء موجود على هنا اللي هو البحر العربي، رقم 12 وهي ديت مدينة حيدر أباد. أهم التضاريس عندي هنا رقم واحد جبال الهيمالايا، عندي رقم اتنين جبال الغات الشرقية، عندي ثلاثة الغات الغربية، طبعا هنا أربعة هضبة الدكن، خمسة سهول كورومندل وهي منحصرة ما بين الغات الشرقية وخليج خليج البنغال، هنا ستة سهول ملبار وهي ما بين الغات الغربية جبال الغات الغربية والبحر العربي، سبعة عندي هنا نهر كوفري. تمام. يبقى احنا دلوقتي لو بصيت على خريطة لأهم الأقاليم الصناعية اللي موجودة عندي هنا في العالم، عندي هنا طبعا ده إقليم صناعي هو غرب ووسط أوروبا. عندي هنا أكبر الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم هو شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. عندي رقم ثلاثة إقليم صناعي اللي هو روسيا وأوكرانيا. عندي رقم أربعة وهو هنا إقليم شرق آسيا اللي هنا الصين. خمسة برضو من أقاليم شرق آسيا جزيرة هونشو في اليابان. عندي رقم ستة من المراكز الصناعية الحديثة في قارة أمريكا الجنوبية، ده جزء هنا البرازيل. عندي هنا سبعة من المراكز الصناعية الحديثة ودي طبعا استراليا. هنا ثمانية من المراكز الصناعية الحديثة الأرجنتين. عندي هنا تسعة من المراكز الصناعية الحديثة جنوب أفريقيا. تمام. بكده يبقى احنا نهينا المراجعة بتاعة الدول اللي موجودة عندنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.